محمد ناهض، محمد بن هادي ناهض، محمد بن حمد بن غالي، راشد بن علي الحزمي، صالح بن سعود بن زايد، أخوة محمد بن هضبان، صالح الأشرف العباصي، علي بن صالح بن الأشرف العباصي. اهلا وسهلا بكم. نحب نعرف ايش سر تواجدكم اليوم في هذا الحج؟ الشيخ محمد. التواجد حقنا في العرضة اللي تشوفوا هذا نقول لها خيط الحشادة، واللي ورانا القوس ذاك الابتر. احنا حصل لجنة امس اللي تشكلت لنا من الدولة ومن جهة الحوثة ومن القبائل من دهم، والتقينا احنا وياهم في طرف الاجتماع من جنوب، وطلبوا منا اطلاق النار، وقف اطلاق النار، وبيوقفون قبل الحوثة. ووقفنا، انا تحركت الجبهة امس الظهر الساعة 12 ووقفت الجبهة حق دهم، وتمينا ساعتين، ثم اخترقوها الحوثيين وضربوا يضربوا الى المغرب البارح، واستمر الضرب الى الساعة 1 البارح في الليل، وكل ما بلغنا اللجنة ما طلعوا يلتزموا الحوثة. ومن حب اللي حصل من ربعنا، احنا كانت في خطوط اماميه مشتبكين الحوثه، وكانوا الحوثه تحت يطلع تحت لحيل الرشاش والمدفع. ومن حب احترام اللجنه واللي حصلوا وديتهم وجهي، اسحبت الخط الامامي حقنا اللي محاصرين الحوثه، وسحبتهم الى هالمناطق هذا اللي تشوفوا، نبعد عنهم ذا الحين كيلو، ورتبنا دهم في الشريط هذا. رجال دهم ولا مطارح، لا بغيتوا تمروهم ما تمروهم، كلني الى مطرح بنينو، ومطرح حمدان، ومطرح الهضبان وعلوى، ومطرح الحزم منه وحدرة والمهاشمه. رجال دهم كلها، رجال دهم في هذا الشريط من برده الى العناب. واحنا هذا القلب، قلب المطرح اللي انتم فيه ذا الحين، القلب الرئيسي. وتواجدنا هنا في شيء تم من اللجنه، وقف نار ورفع الحوثة حسب ما يقولون لنا. هذا اللي نبى، ولا نبى زف قدامه، ولا اعتدينا على الحوثي، ولا اعتدينا على الحوثي، ولا قتلنا في محافظته ولا في بلاده. فين اللجنة ذا جت وصدقت معنا ورفعت الحوثي من بلاد دهم، سمعت؟ في اللي نبى وجاهم الله خير، هم ما يرفعوه ولا يطوع الحوثي، فاحنا عاد له قوة اللي تكسر ظهره ان شاء الله بجود الله. ولا احنا سامح له انه يدخل في بلادنا شبر واحد، بجهود الله وبجهود مشايخ وعقال وعيان وافراد ومقاتلين مدهم، وحصلوا من بيوتهم وكل من بيته بطقمه وسيارته وقواتهم معهم متواجدين هنا بأجي 300 طقم من دهم، من جميع انواع الطقوم، من الرشاشات والمعدلات. والنصر معنا والله اكبر. الله اكبر. شيخ محمد، نحب نعرف متى بدأ عدوان الحوثي على أراضي قبائل دهم؟ وش الذي أغراه الطمع في دخول أراضي دهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبب وجودنا كما سألت في البداية هو المشروع الغاشم الظالم لهذه النبتة الخبيثة الذي الله ابتلى هذا الشعب اليمني، نبتة الحوثية الخبيثة. وما تعاني هذه القبيلة هو جزء ما تعاني قبائل اليمن، في صعدة، تعاني في محافظة الحجة، في كل أينما وصلوا فهم نهجهم هو الاعتداء، ونهجهم هو التهجم على الناس واستباحة أراضيهم واستباحة أعراضهم، وهكذا. يعني هذا ما دابوا عليه من الظلم والطغيان والبغي على الناس، ومما جعل أبناء قبيلة دهم هذه القبيلة الشرسة، هذه القبيلة العريقة التي لم تعتدي على أحد ولم تعتدي عليه، بينما الذي يفصل بين محافظة الجوف التي هي أبنائها قبيلة دهم ومحافظة صعدة حدود معروفة، لا يستطيع أحد منا أن يتعدى على الآخر. ونحن نعتبر هذا مواطن أولا قبل كل شيء من محافظة صعدة، ونعتبره باغي على مواطن آخر في محافظة الجوف. وهؤلاء المواطنين بالنسبة لنا عندنا يعني هم تحت ظل دولة في وطن واحد، ولا يجوز أن مواطن يعتدي على مواطن. هذا من جانب. فسبب وجودنا هذا هو الدفاع عن أرضنا وعرضنا وعقيدتنا
ويجب أن يفهم القاصي والداني بأننا سوف نموت في هذه الأرض قبل أن يدخل إليها الحوثي الخبيث. الله أكبر، والله على ما نقول شهيد. أبناء دهم تلاحمت في مواقع الشرف والاستبسال والتضحية في هذا المكان من أجل الدفاع عن عقيدتها وكرامتها وعن أرضها. والله ثم والله والنصر من عند الله، إنه لن يدخل هذه الأرض إلا إن يشاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر. الشيخ راشد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. بالنسبة لنا أبناء قبائل دهم نوكد على أنفسنا وعلى أراضينا أن احنا حماية لها، ولا أن احنا نسمح لأي غاشم يدخل بلادنا ما دمنا على قيد الحياة. فاللي بنقول لكم هو وكد من لساني ومن لسان دهم جميع، اتحاكى باسم دهم لا يتحاكى بلساني الحالي. ان قبائل دهم جاتك من وادي عبيده الى لقاشر، فاحنا نوكد على انفسنا ان احنا بحمايتها من لقاشر الى وادي عبيده، وباذلين نفوسنا ودمنا دون اعراضنا. والاحزاب ان احنا لا نتدخل بها بلادنا، ترفض الاحزاب، ومن طلع وهو رئيس جمهوريه فان احنا تبعه، لان ان احنا نجر مشاكل الى بلادنا وان احنا نقوم بحمايتها من الحوثي وغيره، وان احنا سلاطين بلادنا ولا يمكن يركبنا قبيلي مدة الحياه لو ما يحرم الا الحريم فيها. وادهم متعاهده بالله على هذا النطق ان احنا حمايه بلادنا، إلا وان احنا ونعاهد الله على ديننا وعلى وطننا ان احنا لا نفلت فيه اي غاشم. وسلامتكم. على كل حال الجماعة قالوا ما فيه الخير الكفاية، وما هو فيه قلوب في قلب الكبير، هو قلب صغير من دم. لا احنا مدورة لا شر، ولا نريد ان احنا نخزق عرض حد ولا نوجع حد، لكن احنا ابتلينا في بلادنا. قال صبيان يا الركاب، قال لا صبيان يا الرقاب. صلى الله على رسول الله. الان يطلعون السلام الله معنا سبحانه وتعالى. وحب أن أكد لبعض الأخوان لن تخبروا بعض الأخبار فيها شيء شد وشيء حط منها. انسحاب الناس من المواقع الأمامية انسحاب حسب توجيهات القائد اللي هو نهض تذكيري، وكل احترام وتقدير للوساطة اللي في الوسط، على أساس الناس قدم على خط الالتماس وأنا باش يحصل وحريص عليها القائد، والناس انسحبوا إلى هذا المكان. واللجنة يقول إن جاي في طريقها، فإن الله سلنا شر العرب في اللي يطلب من الله، ما الله سلنا شرهم، فاحنا حلول لهم وغيرهم، وقد له مقبرة احنا وياهم، وعلموا سلامتكم. الله أكبر. الله أكبر. شيخ صالح، هذه رائد توجهها للحكومة وتوجهها لأبناء قبائل دهم اللي يصلون إلى هذا الطارح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ما بعد، فبنسبة الواسطة أو الدولة، كما أنه وصلت واسطة وأتكلمت الواسطة باسم الواسطة واسم الدولة، فالواسطة قالت إنها سوف تحزم الموقف، يا إما برضا ولا بدون رضا. فنحن وافقنا على هذا الكلام، قلنا إذا كان الدولة بتفصل ما بين صعده والجوف، فالحد معروف، متحادين بيننا ووايله، حد معروف، ولا يمكن واحد يتعدى لا شبر ولا قدم، لا منا ولا من وايله. فنحن على هذا الشرط وعلى بلادنا نحامي وندافع بدمنا وأرواحنا. هذا بنسبة البلد، صلوا على النبي. ما بنسبة قبائل دهم، فقبائل دهم ما يمكن واحد من قبائل دهم يتردد عن هذا الوضع، ولا يعطوا شبر من بلاد دهم، لا من الجنوب ولا من الشمال، لا من الشرق ولا من الغرب. ما يحتاج، متعاهدين على هذا الكلام ومتعاهدين ومتبايعين على هذا الشيء ومأخذين عهد
من الله سبحانه وتعالى إن دماهم تقطر وأرواحهم تموت على حدهم وبلدهم وعرضهم وعقيدتهم، لأن عقيدتهم هي العقيدة الصح، هي العقيدة الذي لا عقيدة غيرها، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن على هذا نموت ونحيا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما عندي، وجزاكم الله خير. والله أكبر ولله الحمد. الأخوة قالوا كل ما هو طيب وحق وصحيح، واجتماعنا في هذا المكان ألا نتصدى لمن أتعدى على أعراضنا أو عقيدتنا أو أراضنا. ومثل ما قالوا انسحاب الجماعة فهو بمر واحترام للجنة، وأمر القايد سحبهم بحسب الاحترام وحسب توقيف اطلاق النار، وادهم اوقفوا اطلاق النار، ولكن الحوثيين يبدأوا يخترقوا وقف اطلاق النار، لا زالوا يعني بعد منتصف الليل البارح الساعة 7 وأن واقفين على أمر قايدنا في هذا المكان، وندهم صف واحد ولا يمكن يفرطوا في أرضهم وعرضهم وعقيدتهم. وهذا ما عندي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ صالح، هل تعرف الوضع الإنساني في المناطق التي تضررت من تواجد الحوثي؟ وضع سيء للغاية فيما قدمت لك من أخبار الناس اللي تجينا، إنهم بهذل عاد بينهم ناس مجموعة ضوء البارح قالوا نتفوا مزارعهم في حبش وهم أخوانهم، والله القات كسروه والمزارع هدموها وأكلوه وراحوا به، ويقبلوا ذا الحين يشيلوا متجر المسكين يقول الدهل المجاهدين ذا الحين بيموت 3 دهمي المرأة والرجال في ذا المكان، ما قد خليناهم يتعدوا ذا المكان وبيوجهوا إن شاء الله صعده. الله يجزاك وذا ما عندي مانع، جزاك الله خير. جايين مقاتله ما احنا بواسطه، ولا من احترام الواسطه. والقائد محمد لاحظ وربع اللي عند المستشاري انقذ عدينا لجيشه، لكن معنا قاده، والقاده انتخبت هدهم واحنا من